عسلامة. اليوم باش نعملو مع بعضنا سفلي خفيف بعجينة ياسر طيارة على الاخر، خفيفة كيما تشوفوا فيها وبحشوة اروع واروع. ان شاء الله جربوا الوصفة وتعجبكم، ونمشيو مع بعضنا نشوفوا المكونات وطريقة التحضير. هنا كيما تشوفوا حطيت شوية حليب وشوية ماء وباكو خميرة معاهم، وحطيتهم باش يتفاعلوا الخميرة والحليب والكل، وحطيت هنا فارينة وكما تشوفوا ما خليتهمش يرتاحوا برشا راه. جيست هكاك نتاع حكاية 3 دقايق 4 دقايق، وحطيت عجينتي وحطيت زيت رم شوية زيت راه باهي، وحطيت الملح بالطبيعة، ملحت العجينة نتاعي ولميتها لميان راهو ما عجنتهاش، لميتها جيست لميان كما تشوفوا، وغطيتها باش تخليها ترتاح شوية فيما انا حضرت الصوص طوماط هذايا. ترحوا الطماطم كعب ترحيوه وتحطوه على في طنجرة، تصبوا عليه شوية زيت، شوية ملح، شوية تابل وكروية وشوية كركم اذا كان تحبوا، وتخليوه يغلي على الشيرة. في الاخر كي تطفيوه عليه تحطوا شوية كليل وزعتر. هنا ديريكت رجعت انا حليت العجينه، راهو ما خذيتش وقت باش ترتاح ولا واحد، ديريكت من بعد ما حطيت الصوص يتعمل رجعت حليت العجينه ديريكت، وهي هكاكا سخونه حطيت معناتها حطيتها على البات. وكما تشوفوا الحشو راهو انتوما وما تحبوا ما تحطوا. انا هنا حطيت جبن موتزاريلا، حطيت شويه زيتون مقصوص وشويه فلفل برعبيد، وحطيت الطن وزدت فوقهم شويه جبن، وعملت الاشكال اللي تحبوا انتم بالطبيعه تعملوا كما تحبوا، عندكم حريه الاختيار هكاكا. وهنا كما تشوفوا حطيت الكعيبات نتاعي في الطبق ودهنتهم بشويه اصفر عظمه وشويه خل، ورشيت عليهم شويه جلجلين وشويه الحبه السوداء هذيك، وحطيتهم في الفور على 180 درجه لين يعطيوك اللون الذهبي هكاكا. وكيما تشوفوا البات كيفاش ما شاء الله روعة، وزيد البنة متاع الحشو. جربوا الوصفة والبنة على ضمانتي. بسلامة.